يسعد اوقاتكم، السلام عليكم، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير، جميع المتابعين ان شاء الله يكونوا بخير. كيف حالكم؟ اليوم شوفوا شو بدي اعمل، تعالوا شوفوا شو بدي اعمل. اليوم حاعمل اكلة حلو، بس اكلة كتير طيبة وقديمة. انا الاكل اللي عم بعمله اقتصادي، في يعملوا موجودين بكل البيوت، يعني المواد الموجودة بكل بيت في موجود. هلا انا هون بدي اعمل رز بحليب. هيدي أكلة قديمة وطيبة، على فكرة كتير طيبة. هون حطيت أنا كباية رز، ونقعتها شي تقريبا 10 دقايق، وغسلته منيح من الزرنيخ. وهيدا اللي هلا اللي طالع الأبيض، هيدا النشا تاع الرز، نشا. هيدي أكلة سريعة وما بتاخد وقت معكم. أنا حأعطيكم طريقة سهلة، وهيدي كانت أمي الله يرحمها تعملها. الله هيديك الايام شو كانت حلوه، يا عيني هيديك الايام شو كانت ايام زمن الجميل. انا بتذكر امي الله يرحمها كانت تعمل رز بحليب، يعني كانت لازم طعم الجيران وكل الاقارب اللي حدنا بدها تعمل. كانت تبقى تقعد بالمطبخ وعندها غاز يبقى كبير هيك، ويغسلوا هيديك الايام ويغلوا الغسيل، مش مثل هلا بلقلقوا الغسيل كيف ما كان، بحطوا اريال وخلص وبحطوه بهالغسال الاوتوماتيك، ويا عالم ينضف او ما ينضف. كان من زمان عندهم قرص غاز، هيدا كان خاص للغسيل، يغلوا الغسيل ويفوحوا الغسيل منيح ويبقى مثل النفجة، كان يبقى ابيض ونظيف ويبرق برق، يبقى بليلة ملالة على أحبال الغسيل. رزق الله هيديك الأيام. مهم كانت امي بس بدها تعمل رز بحليب، يعني لازم يعرفوا كل الجيران، وريحه الرز بحليب تطلع لعند كل الكل، بدها اكيد توزع على الكل. عن جد هيديك الايام ما بتتمن. هيداك بالفعل كانوا يقولوا له الزمن الجميل. هيدا الزمن الجميل. اما هيدي زماننا هيدا ما بقى زمن جميل. اذا بتعمل احصاء وبتعمل احصاء على كل العالم بتقلك بالفعل هيديك الايام احلى ايام. هلا انا هون هيدي الطنجره السحريه انا بسميها، صغيره بس فعلا كبير. حاطه هون انا لانه ما عندي حليب سائل، حطيت فنجانين من هو حليب بودره، زدت عليهم فنجان ونص مي وملعقه نشا وذوبتهم. هلا شو بدي اعمل؟ هلا هيدا الرز استوى، حاطفي. بدي اضيفه وين؟ على طاولة الرز بحليب. انا ححط كل الرز الموجود. هيدي اكلة تعلموها والله بتدعوا لي، طيبة وسهلة وسريعة وما بتاخد معكم ابدا. يعني انا مجرد بس سلقت الرز. هلا ليك النشا هون، شوفوا النشا صار بقلب الحليب، والحليب هون انا صار سمكته. ليش؟ حتى يعطي مثل طعمة القشطة. هلا هون بلش يغلي. حضيف عليه كباية سكر مثل هاي، بس مش اكتر، انا ما بحب كتير سكر بالاكل. حنزل كل السكر الموجود بالكباية لحتى يطلع المعدل كتير منيح. وانا مثل ما بقلكن انا ما بحب طول عليكم كتير، لازم يكون الفيديو قصير. ها، يا سلام يا سلام، الفيديو قصير وسريعة، طبخة سهلة وسريعة وما بتاخد معكم وقت، وحلو بتتحلوا وبتنبسطوا. أنا هلأ رح أضيف عليه قيمة غذائية لهيدي الأكلة رز بحليب من عندي. أنا حضيف الرز بحليب اللي حأعمله، حضيف عليه لوز مقطع. لوز مقطع بس أكيد مش محمص مثل ما هو. هيدا بضيف على الأكلة قيمة غذائية. هيدي الإضافة من عندي أنا. هيا اشتري كهربة الدولة، تروح حول الكهرباء. الحمد لله عم تيجي الكهرباء عندنا بس ساعة أو ساعتين بال24.
نحن هيدا البلان تعودنا عليه. هلا هون بنرجع للطبخة. أنا حطيت كباية سكر مثل ما قلت لكم، وعم بطبخ بالطنجرة السحرية. هيك هلا حقوي شوي النار، أكيد مش كتير بما إنه هلا الرز صار مستوي، بس بدنا كم غلوة حتى يبقبق، وبس يبقبق هيدا الحليب ويعمل بقبقات كبيرة يعني معناتها خلص صار جاهز للصب. أنا هون مجهزة كاسات كتير حلوين ومهضومين، حصب فيهم الرز بحليب. وأكيد ما ننسى هيدا مزهر، بلا مزهر يعني ما في رز بحليب. يا سلام ما شاء الله، يا سلام يا سلام يا سلام. هذا من اللوز، في بيبقى بعد اللوز المقطع مش مقشور، بيبقى بقشره. هلا انا بدي لازم احرق على طول، احرق لازم ضل ايدي فيهم مشان ما يقطعوا، على طول على طول لحتى يبقبق ويصير يغلي. وبس يغلي رز بحليب وتصير هيك تعمل الفقاعات معناتها خلص صار جاهز للصب. لهلا لا، بعد بدنا ننطر شوي. مثل ما شايفين قد ايه يعني قد ايه له الفيديو، لاحظتوا رز بحليب صار جاهز. ما في، لانه الرز انا كنت ستويته لحاله مع النشا، مع مية النشا تقلته حطيته مع شوية حليب. انا كنت ذوبتهم مع ملعقة نشا مع تقريبا ملعقة مزهر كبيرة مثل هاي. هلا هون بتضل ايدنا فيه، بتضل ايدنا فيها للطنجرة. هلا انا بينتقدونهم ليش لابسه كفوف، انا بحب البس كتير كتير هالكفوف على فكره، وبحب اطبخ فيهم، بحسهم نضاف واحد عمليات. بلشوا يبقبقوا يعني بلشوا يغلوا. حتى المزاهر اللي عم نجيبه نحن ما في بقى مزاهر مثل ايام زمان. انا كتير بحب هيداك الزمن، بحسه بقول دايما عنه الزمن الذهبي، الزمن الجميل، وقت اللي بيكون صغير الواحد بيكون ما عنده مسؤوليات، بيكون بس كل همه المدرسة ودراسته وأكلاته وشرباته ولعباته. هيدا هو. الناس كل الناس إذا بتعملوا إحصاء بقول والله مزبوط، يعني هيدا الشيء أحلى أيام الطفولة، لأنه الدنيا كلها هموم. وقت بيكون إنسان بعد عايش مع أهله مع أمه مع بيه بتختلف كتير. هلا هيدي الرز بحليب يلي الستات أو المدامات يلي متجوزين جديد عرسان بعضهم ما بيعرفوا يعملوا أكل، بس لازم يتعلموا يعملوا أكل. أكيد نحن بنضلنا نعلمهم، وبتمنى أنا تتابعوني حتى لو بلايك سبسكرايب، يعني لحتى تشجعوني. بلشوا يغلوا، شوف شايف هلا بقبقت عم تبقبق، لاحظتوا؟ هلا دغري يعني الأكلة ما أكلت معي تقريبا ربع ساعة أو 20 دقيقة بتكون جاهز. في ناس بحطوا الرز ني ما بتزبط، لبال ما يستوي الحليب مع الرز الني ما بيزبط. لكن تسطوا الرز لحال وبترجعوا بتضيفوه على الحليب بهالطريقة، وهيك بتكوني عملتي رز بحليب لأولادك وبأسرع وقت مشانك انت، واقتصادية، والمواد موجودة بكل البيت. المواد موجودين بكل بيت، يعني حليب ورز وسكر، مين ما عنده حليب ورز وسكر؟ ان شاء الله يا رب كل الناس تكون عندها، وكل الله يدفق الخير على الجميع وعلى جميع الأمة العربية الشرفاء، والله يبعث أيام حلوة ويبعد الحروب ويبعد الضربات ويعم السلام على جميع الدول يا رب. مثل ما قلت لكم أنا بعد ما جبت شي جديد، طناجر بنتي أنا قاعدة عندها بالبيت هلا لأنه هي مش هون مسافرة، وأنا جيت من السفر حيصير لي 3 أشهر. بيتي كان متضرر، قعدنا صلحناه، وابني لأنه بيته متضرر كتير قاعد بالبيت، بيتي يعني. يلا هلا بننهي نحنا الفيديو، بس لصب واسكب هيدا بلش بقبق.
هليك لكم شفتوا. انا والله اخذت هيك شوي، نمت شوي بعد الظهر، فكرت انا شو بدي اعمل، جاي على بالي شي حلو، قلت احسن شي بنرجع نعمل هيدي الاكله القديمه يلي كانت الوالده الله يرحمها تعملنا اياها. رز بحليب أكلة وفيرة اقتصادية وسريعة وطيبة، وبيتذكر طفولته الإنسان فيها. هلا نحن أنا محضرة كاسات لحق اسكبهم، وبرجع بحطهم بالبراد. بعد أكيد ما بتحطوهم، ما فيكم تحطوهم دغري بالبراد، بدكم تخلوهم شوي يبردوا نتفة شي 10 دقايق ربع ساعة، وبعدين بتحطوهم بالبراد أحسن ما بحمضوا دغري. إذا بتحط الرز بحليب دغري وهو سخن كتير بالبراد ما بيسوى، بتركوه لحتى تطلع الهبلة أو البخار منه. هلا طرطش الدنيا، ليش؟ لأنه هو عم يبقبق، أنا مقويه النار. خلص هلا صاروا خالص هيك، صاروا جاهزين، فأطفي. فأنقلهم لهون. نسيت الكاسات هول يلي بدي اسكب فيهم. وسكرهم كتير معدل إذا أنتم بتحبوا هيك يعني. هنقرب الكاميرا شوي، ونبلش نسكب رز بحليب بهيك كاسات. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ما تدققوا على الوسخ، أكيد بده يطرطش الحليب هون. هلا بنطفه. كل بيت في كل شيء، كل بيت بده يصير في وسخ، بده يرجع يتنظف. أنا عم بسكب بس القيمة الغذائية اللي حطيتها اللي هو اللوز. وفيكم إذا بدكم تحطوا جوز الهند بدل اللوز، إذا ما بتحبوا تحطوا لوز مقطع فيكم تحطوا جوز الهند كمان، كتير بتطلع نكهتها طيبة. رز بحليب على جوز الهند. هيدا بنكون نحن خلصنا. حننظف هلا دغري، هلا بعمل لها شطفة على السريع وتنظيفة للغاز بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. ومنودعكم إن شاء الله بفيديو جديد، وإن شاء الله عم تعجبكم الفيديوهات تاعولي، وبتمنى تشاركوا حتى لو بلايك. يعني أنا عن جد بلشت حب المتابعين، أنا عم يبعتوا لي دايما إنه بشجعوني. هلا أنا بعمل له تنظيفة. وباي باي، يلا السلام عليكم.